نزلت النهارده كارفور عشان اشتري السوت اللي زي القمر دي، واكتشفت ان القميص لوحده ب 3000. اما بالنسبه للبنطلون بقى فكانت صدمه كلها ب 2000 ونص. وعلشان اشتري سوت زي دي محتاج مرتب شهرين. فهيدا قالت لي ولا تشغل دماغك، احنا هنروح عند براندس هاوس، وده في كل الهدوم اللي تتخيلها وما تتخيلهاش وكلها اوريجينال. ونفس السوت اللي كنت عايز اجيبها بنفس الخامه موجوده في المكان ده، بس الفرق بينهم ان موجوده في المكان ده بربع الثمن. ده غير كمان ان هو عنده حاجات نيو كوليكشن مش هتلاقيها عند اي حد تاني، لان صاحب المكان ده باختصار يا عزيزي بيسافر يجيب الحاجه بنفسه. لا ومش بس كده، ده كمان للناس اللي بتجهز للساحل. فاحب اقول لك سهله وبسيطه، كل الترندات القط والشميزات وكمان الكوتشيات الاوريجينال هتلاقيها برده في المكان ده. وكمان هقول لك العنوان بتاعهم في اخر الفيديو، ولو عايز لوكيشن اكتب لي كلمه تم هبعته لك على طول. واحلى حاجه في المكان ده واللي عجباني جدا ان كل قطعه موجوده او براند موجود في المكان ده مفيش منها اتنين، عشان تبقى لابس حاجه مميزه، ودي ميزه في المكان ده. واي نوع بنطلون بتفكر فيه هتلاقيه في المكان ده، لان عنده نيو كوليكشن كبير جدا وكل الترندات هتلاقيها عنده. ده غير كمان ان حاجته كلها اوريجينال زي ما قلت لك، وبيجيب الحاجه بنفسه من بره مصر. فاظن كده ان جمهوريه خالد فينا هتتدلع يعني هتتدلع. ونسيت كمان اقول لك ان هم ما عندهمش كاجوال بس، لا ده عندهم كلاسيك وتيشيرتات بولو وكوتشيات وبرفانات وبوكسرات وشرابات. يعني باختصار كده يا عزيزي انت مضطر تعمل سيف للفيديو ده عشان احنا داخلين على العيد. ونيجي بقى للعنوان سهل وبسيط. بص بقى يا سيدي، في جليم شارع بوير خطوتين قبل ما توصل للبنزينه هتلاقي محل اسمه بوب مارلي بتاع حاجات حلوه. قدامه على طول بنك كريدي اجريكول، هو الشارع اللي جنبه على طول هتمشي خطوتين هتلاقي بيوتي سنتر، هو لازق في البيوتي سنتر على طول.